السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ تعالى كده نتكلم عن ماتش ريال مدريد بتاع امبارح ده برضو. سبحان الله، ماتش الليفر كان قبليها وماتش الريال وراها، وكان في بروسيا دورتموند. مش مشكلة يعني، بروسيا دورتموند ده ممكن نتكلم عليه في 10 دقايق يعني. بس أنا هتكلم في 5 دقايق أو أقل عن ريال مدريد. ماتش ريال مدريد، الجون اللي اتسجل فيك اتسجل في أول دقيقتين، وإن دل على شيء دل على مشكلة الدفاع الفظيعة اللي كانت موجودة، اللي هي برضه بتتخلق منين؟ من الجنب اليمين، من عند داني كارفخال. يا جماعه والله لو قعدنا من هنا السنين قدام ومن السنين اللي فاتت عمالين نقولها، بنقول داني كارفخال ما ينفعش ريال مدريد، داني كارفخال مش مناسب ريال مدريد، داني كارفخال مش الرايت باك اللي ينفع ريال مدريد. يا جماعه ما يبقاش فريق بحجم الفريق ده ويبقى المدافع بتاعك اليمين داني كارفخال. يعني ماشي، داني كارفخال كلاعب عمل حاجات كتيره مع ريال مدريد، انا مش معترض. لعيب مهم في ريال مدريد، ما عنديش اعتراض، بس في نفس الوقت مش ده اللعيب التوب كلاس اللي انت هتعتمد عليه. انت محتاج لعيب محترم في هذا البوزيشن، محتاج لعيب الاخطاء الدفاعيه بتاعته قليله مش كتيره بالشكل ده، ما يبقاش بيطلع لقدام برده ما بيرجعش خالص. دي مصيبه سوداء ودي مشكله كبيره، ما ينفعش يا جماعه. تمام. الجون الاولاني اللي دخل فينا بيورلي خطا دفاعي، مش هنتكلم فيه، واندريا ما ينامش عليه. ولكن انا عايز اقول حاجه عشان بس اوضح فكره لبعض مشجعين ريال مدريد. ممكن يعني انا مدريد يا جماعه، والله عادي وبشجع مدريد، بس انا لما كنت بتحامل على فكره الفلوس اللي اتصرفت على بيلينجهام، انا جود بيلينجهام، من اول ما اجي انا بقول الراجل ده جوهره، انت جايب حاجه نظيفه، خامه وماركه نظيفه، بس السعر كان مبالغ فيه. باللي هو بيعمله ده انا سحبت كلامي بصراحه. يعني 100 مليون يا باشا، حق 105 مليون ولا 110 مليون اللي انت خدتهم او دفعوا فيك، حق عليك قوي ان انت كنت تاخدهم. الراجل فعلا بيعمل كل حاجه عليه. تمام. هجوم بيهاجم، دفاع بيلحق ويرجع ويدافع، تمريرات صحيحه، بيطلع تمريرات كويسه جدا على قد ما يقدر، بيعمل شغل كويس قوي. تمام، بيعمل شغل كويس قوي. هجوم بيهاجم، دفاع بيدافع، وسط وبيعمل الاداء اللي عليه. تحس ان هو السنتر فورورد او المهاجم اللي بيبقى متاخر، اللي بيعمل كل حاجه. على سيره المهاجم، انا عايز افهم هو خوسيليو ما بيلعبش ليه؟ ليه لسه مصرين على ال 4 1 2 1 2، او اللي احنا بنقول الناس بتقول عليها دلوقتي 4 4 2 دايموند؟ هي مش 4 4 2 دايموند خالص خالص. الدايموند فيها رايت ميد وليفت ميد، دي ما فيهاش رايت ميد وما فيهاش ليفت ميد. دي 4 1 2 1 2. انت بتستخدم خطوط الوسط بطريقه تهلكهم. تمام. وعايز اقول ان فكره عدم التعاقد مع مدافعين كويسين وعدم التعاقد مع مهاجم حقيقي، دي مصيبه سوداء يا جماعه. دي مشكله يعني انا مش فاهمها لحد دلوقتي، مش فاهمها. خوسيليو ما بيلعبش ليه؟ ما بتعتمدش على خوسيليو ليه؟ تمام. ليه خوسيليو ما بتعتمدش عليه؟ ليه ما بتلعبوش يا جماعه؟ كل اللي يتفرج على اي ماتش ريال مدريد الفتره اللي جايه هيلاقي ان فينيسيوس جونيور بيتطرف على الشمال قوي، وبيلف ويقطع، عايز يلف ويرفع لحد او يباصي لحد في النص، ما بيلاقيش. لان اللعيبه بتبقى خلاص كلها بتدافع، وعلى ما بتطلع في الهجوم اللعيبه بتنهك، اللعيبه هتستهلك بسرعه جدا. ونفس الكلام رودريجو بيبقى يروح على اليمين قوي وبيقطب لجوه. ساعات رودريجو بيبقى موجود في النص، بس بيبقى خلاص متقفل عليه. انت محتاج يبقى عندك هجوم اكتر من الدفاع، انت بتدافع بس. على فكره الخطه دي هتنفع جدا في الدوري الاسباني، هتكسب بيها في الدوري الاسباني زي الفل. انما في دوري الابطال لو جينا لعبنا بالخطه دي قدام فرقه بتعتمد على الوينجات بتاعتها، او بتعتمد على اللعب على الخطوط الجانبيه مش النص، انت هتلبس في الحيطه. انت لو لعبنا قدام فريق تقيل زي السيتي مره تانية، هتلبس مش 4، انت هتلبس بالميت 8. انت هيتعمل عليك نفس اللي اتعمل في برشلونه، مع احترامي طبعا لبرشلونه. انا الموضوع قتل بحثا بالنسبه لي. الخطه دي مش هتنفع في تشامبيونز ليج، ولو نفعت هتبقى بحظ، حظ بحت. عايزين دفاع وعايزين مهاجم بجد يعني. قصه المهاجم دي تخلص وقصه المدافع دي تخلص. جبت كبه اريزابلاجا وخلاص، ما اعترضناش. واندريا نونان الحمد لله اثبت ان هو كحارس مرمى، حارس مرمى يليق بريال مدريد حتى الان. بس ده كل اللي عندي. يعني الحمد لله 3 نقط في الجيب، كسبنا واللعيبه اثبتت يعني كفاءتها، والحمد لله على كل حال.
لو عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب، ويا ريت تفعل زر الجرس عشان يوصلك اول فيديوهات لما تنزل. وكان معاكم محمد حازم،